خلاص انا كده اتفضحت، مش هقدر اوري وشي للناس بعد كده. مش مهم دلوقتي منظرك قدام الناس، المهم دلوقتي في الولد الهربان اللي ما نعرفش حاجه عنه. ليه كده يا ربي؟ ليه يحصل كل ده معايا انا؟ ليه؟ استغفر الله العظيم. يا مامي بليز ارجوكي كفايه كده، اصل انا كمان هعيط. كفايه. اهدي ردي على الموبايل. مش عايزه ارد على حد. يا ست ردي. ده الاستاذ محسن من لندن، لسه فاكر. ردي عليه، ردي. الو. ايوه لسه فاكر، لسه فاكر انه عندك ولد، الولد اللي بوظته. ملوش لزوم الكلام ده دلوقتي. ايوه انت اللي بوظته، انت اللي بوظته لانك ما عاقبتوش يوم ما عرفت انه سرقك هو وصغير. والنتيجه ايه؟ لما كبر طلع حرامي. هيطلع لمين؟ طبعا طالع لباباه، بس للامانه باباه حرامي على كبير، على كبير قوي. الو. وبتقفل السكه. الحمد لله على السلامة يا نجم. الله يسلمك يا بوس، الشنطه فيها كل البضاعه. انت ما عرفتيش اللي حصل؟ قصدك موضوع ماجد واصحابه؟ شفتي سرقوا اللوحة ازاي ومن متحف كمان؟ بس انا ما اعتقدش ان ماجد ليه علاقه بالموضوع. ليه؟ هو ما كانش بيقولك انه بيسرق وبيتفشخر قدامك بالفلوس؟ انا ما اعرفش حاجه زي كده. امال كان بيصرف الفلوس دي منين؟ عموما الشنطه فيها البضاعه في الجيب السحري زي ما اتفقنا. بيان وزارة الداخلية. تعلن وزارة الداخلية عن تحديد هوية أفراد عصابة 9 ملي، وهم ماجد عبد العليم طالب، لؤي محسن. بقى معقول حد يصدق ان اصحابنا ولاد الناس يطلعوا في الاخر حراميه؟ طلعت مرسي. انا صدق طبعا. طالب. ما كنتش بتشوفي الفلوس في ايديهم في الفتره الاخيره كتير قد ايه؟ طب يمد ايديهم ويسرقوا ليه؟ دي سرقه حرام والقانون يعاقب عليها. اكيد الظروف الصعبه اللي مروا بيها هي اللي وصلتهم لكده. مهما كانت الظروف صعبه مش ممكن تخليهم يسرقوا. طب يعملوا ايه يعني؟ يصوروا على الوضع وعلى الظروف وعلى المسؤول عن الظروف دي كمان، لكن ما ينحرفوش. مش معقول يا جماعه نوجد لهم مبرر للسرقه دي عشان نتعاطف معاهم. هم اجرموا ولازم يتعاقبوا. أكدت وزارة الداخلية من أن ما يعرف بعصابة إيهاب 9 ملي يا إيهاب. مسؤولة عن سرقتها أيوة ماما. من المتحف. مش ده ماجد صاحبك اللي كان بيجي لنا البيت؟ الأمن محمد الصياد. ايه اللي حصل له يا ابني؟ بقى مجرم وهربان؟ ماجد كان ممكن يبقى شاعر مشهور، بس لو كان لقى بيئة اجتماعية كويسة يعيش فيها. لكن للأسف المشاكل اللي كان عايش فيها بينه وبين أبوه وأمه هي اللي عملت منه بني آدم مجرم ومنحرف. ده عاش مطرود أكتر ما عاش جوه بيت أهله. يا ابني انت كنت عارف الموضوع ده؟ للأسف أنا اللي مضيت الإذن بمراقبته. بعد كده سبت القضية لواحد زميل ليا هو اللي مضى الإذن عشان يقبضوا عليهم. وكان ايه يا ابني اللي حصل عشان يوصلوا للانحراف بالشكل ده؟ المشاكل الاجتماعية والاقتصادية اللي كانوا بيمروا بيها. مشاكل اجتماعية ايه واقتصادية ايه؟ ما هو لو كل شاب هيمر بمشاكل اجتماعية هينحرف كده، شباب بلدنا كله هينحرف. معلش يا خالد، انت ما كانش قصدك تقتله. بس قتلت واحد ملوش اي ذنب وقتلته بيدي. بس اكيد هو راح لحته احسن بكتير من اللي احنا فيها دلوقتي. هتعمل ايه؟ عمره يا اخي. انا اقتل يا دينا؟ ده انا عمري ما اذيت نمله. ده انا ما قتلتش اللي قتل ابوه، ما خلتش بطار ابوه، وبسببها عمي حتى حرمني اني اشوف امي. وانا عمي كان السبب في موت امي. بس يا خالد، بس ما تخلينيش اعيط. وبعدين يا اخي ما تحملش نفسك فوق طاقتها بقى. الدنيا بتسود في عيني يا دينا،
كل ما افتكر العسكري اللي قتلته ده واقف قدامي افكر في اهلي. انت عارف عسكري زي ده لو سألتيه قلت له ايه طموحك يقول لك مرتب يكفيني ويجوع عزيمتي، مرتب يخليني لما اشوف العربيات 7 متر والعماير اللي بتنطح في السحاب ابص للناس ده بسماحة نفس. كان احلامه بسيطة، فكر متجوز ولا لا، عنده اولاد ولا لا، ويا ترى ابنه يطلع زيي. طبعا لما يطلع يلاقي ابوه اتقتل ظلم اكيد هيقتل وهيسرق وهينهب وهيبقى ذنبه في رقبتي. لا ما تقولش كده، ربنا اكيد هيغفر لنا، ربنا غفور رحيم يا خالي. بجد يا دينا يا حناني ربنا ممكن يسامحني؟ طبعا، مش ربنا بيقول ولا تقنطوا من رحمة الله؟ يا رب اغفر لي، نفسي انام يا دينا، نفسي اموت، ده اكتر وقت نفسي اروح فيه الرب. ايه يا خالد اللي بتقوله ده؟ اكيد اللي جاي احسن ان شاء الله. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شاكر، انت السبب في اللي احنا فيه ده، دمرت حياتي. هو السبب يا طلعت، قتل ابويا وامي، هو السبب. ابوك وامك؟ ابويا كان واحد من رجالته واتقتل في عركه كبيره مع تجار المخدرات. امي ماتت بحسرتها عليه، وبدل ما يقف جنبنا طلع اخويا من المدرسه وشغله معاه في تجاره الصمت، وفي الاخر سلط عليه الحكومه وخلانا انا وانت بقينا من مطاريد. لو بتحبني يا طلعت، لو بتحبني والنبي انتقم لي منه عشان خاطري يا طلعت، عشان خاطري. ما تقلقيش يا زينب، ما تقلقيش يا زينب، بقول لك انا هعرف ازاي اجيب حقك. بس انت والنبي متعيطه يا زينب. حسبي الله ونعم الوكيل يا زينب دمعتي غاليه على قلبي يا زينب، بس انا هعرف ازاي انتقم يا زينب، هعرف ازاي انتقم يا زينب. يوه، انت ايه اللي جابك هنا؟ هما مش قالوا الحريم مع بعض والرجاله مع بعض؟ ليه الحريم مع بعض والرجاله مع بعض؟ احنا في مدرسه ولا ايه؟ وبعدين انا ما ينفعش معايا النظام ده، قاعدين يرغوا بره وكلوا لي دماغي. معلش، يومين وهيعدوا. يعدوا ازاي في المكان الحقير اللي احنا قاعدين فيه ده؟ المهم احنا ايه؟ عاوز ايه؟ عاوزك دلوقتي احنا في ايه ولا في ايه؟ وبعدين انت ناسي اللي احنا فيه؟ لا مش ناسي، وعشان كده عاوزك. مش يمكن تكون دي اخر مره لينا مع بعض. بقول لك ايه يا طلعت، ما تيجي نروح المكتب بتاع اللي اسمه شاكر ده وناخد المستندات اللي تخصنا يعني ونطير. ما تفتكروش ان الموضوع ده سهل، ده تعبان، محدش يعرفه قدي. زينب انا قلت لك 100,000 مره ما تتكلميش في الموضوع ده خالص. قلبي مش مطمن يا طلع. ما تقلقيش يا زينة القلب، الناس دي انا عارف سكاكهم كويس واعرف ازاي اوصل لها. ما تنجزوا يا جماعه بقى، نروح مكتب الراجل ونقشطه وناخد الورق اللي يخصنا، ولا من شاف ولا من دري. صح، انا موافق. كانت جابت منكم ده كرباط، احنا ناقصين مصايب. ما تتهدى يا ابني، انت مالك فيه ايه؟ صدعتنا، ما اللي هيرسى عليك هيتنيل يرسى علينا كلنا مع بعضينا يعني. انا موافق على كلامك يا ماجد، واللي يخاف يخليه. انا ما بخافش غير من اللي خلقني. امال مالك فيه ايه؟ لا خالد بلاش سلاح، بلاش، خليه معايا، انت عصبي، بلاش. ما تخافش يا ماجد، بحب طبنجتي تكون معايا. انتوا مالكوا كده يعني قاعدين تخططوا وتظبطوا، وانتي يا اختي انتي ما بتخافيش؟ واخاف من ايه يا حبيبتي؟ من ايتها حاجه يعني؟ يا ستي خليها على الله. ونعم بالله، بس انتي طلعتي قلبك جامد قوي، وانا اللي كنت فاكره نفسي يعني مجنونه. يا جماعه احنا عايزين نركز ونشوف هنعمل ايه بالظبط. الموضوع ده مش سهل، محتاج ترتيبات جامده قوي، محتاج تخطيط. يلا، ويبقى يدور علينا هو بقى.